ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة. هنعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا. انا عارفة ان احنا معظمنا خلاص اللي عمل كنافة في رمضان وخلصت وخلاص، بس انا كان لسه عندي شوية كنافة كده حلوين شلتهم عشان بعد رمضان ابقى اعملها عادي. فعايزة اقول لكم بقى يعني ما قدرتش ان انا ما اعملهاش، وقلت برضو اصور لكم الطريقة عشان برضو تبقوا تشوفوا طريقتي في الكنافة عشان بجد حلوة جدا. واهم حاجة عشان تشجعوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة. عايزين نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت. انا قناتي بقالي كتير قوي بعمل فيديوهات، فياريت تساعدوني ان انا اوصل ل1000 مشترك لو انتوا شايفين ان قناتي تستحق وبتفيدكوا. وبس كده، يلا بينا بقى على طول نبدأ في الطريقة. واول حاجة معايا هنحضر الشربات. الشربات هيكون عبارة عن 3 كوبايات من السكر وعليهم كوبايتين من المية. واهم حاجة ما تقلبوش خالص في الشربات ولا اي حاجة. انتوا بس حطي السكر وغطيه بس بكوبايتين المية وبس سيبيه زي ما هو كده، ما تجيش ناحيته ولا تقلبيه ولا تجيبي سكر على الاطراف بتاعة الحلة او الحاجة اللي انت بتعملي فيها. وطبعا اللي بقولك عليه ده علشان الشربات بتاعك يكون حلو وقوامه كويس وما يكونش مسكر. بعد ما حطينا السكر والمية هنحط شوية صغيرين قوي من ملح الليمون زي ما انتوا شايفين كده، اقل من ربع المعلقة، رشة صغيرة خالص ملح الليمون، او ممكن تحطي كمان نص ليمونة. هو كده كده الاتنين نفس النتيجة، بس الفكرة في ملح الليمون ان هو بيديش طعم للشربات خالص. بعد كده هطلع الكنافة بتاعتي بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى احطها على بلانشا او اي حاجة يعني، وبقطعها كده زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة جدا بالسكينة. في ناس بتقطعها بايديها كده، اللي هو انت تقعدي تقطعي فيها بايدك كتير قوي 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 لحد ما تبقى قطع صغيرة. بس انا بشوف ان الحركة دي بتنجز معاكي وبتضمن لك ان كل الكنافة اتقطعت قطع صغيرة قوي على قد ما تقدري. زي ما انتوا شايفين كده بقطعها قطع صغيرة قوي 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 على قد ما اقدر. وبعد بقى ما بقطع كمية الكنافة كده كلها زي ما انتوا شايفين، ببدأ احطها في طبق كبير، وبرضو بقعد اعمل فيها كده بايدي، بتأكد ان مفيش حاجة لازقة ببعض، ان مفيش مثلا جزء مثلا طويل شوية فبقطعه برضو بايدي. بتأكد كده ان الكنافة كلها فكت من بعض كويس جدا. مجرد بقى ما الشربات معايا عمل يعني غلي كده شوية، كده خلاص هطفي عليه وهو جاهز. بالمناسبة الشربات بتاع الكنافة لازم يكون بارد، فعشان كده انا عملته من البداية عشان يلحق يبرد. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل كمان الحشوة اللي هنحطها في الكنافة او الكريمة اللي هنحطها بين الكنافة. اول حاجة بعتذر جدا عن ان المقطع ده الاضاءة فيه مش احسن حاجة والتصوير مش احسن حاجة، بس هو المقطع ده بس معلش كده عدوه معايا. اول حاجة حلة على النار، وهبدأ احط فيها 3 كوبايات من اللبن. اللبن بتاعي كان كامل الدسم، وكنت انا قصدي اعمل ده ويكون فيه كمان قشطة عشان يديله غناوة وطعم احلى. بعد كده هبدأ احط 3 معالق كبار من النشا. بعد كده هفضل اقلب الحاجات دي كده على النار مع بعض لحد ما الاقي القوام بتاع اللبن والنشا عمل معايا قوام كده سميك شوية عامل زي الكريمة. مجرد بقى يسخن كده معايا كويس قوي ويبدأ يفور كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى خلاص هطفي عليه، وهحط عليه على طول قشطة، علبة قشطة كده صغيرة زي ما انتوا شايفين. ممكن برضو القشطة بتاعة اللبن لو انتي بتجمعيها برضو هتكون جميلة جدا. بس وهحطها كده بعد ما بكون طفيت عليه، وهي بقى هتدوب من السخونية بتاعة اللبن والنشا. وبس كده، مجرد القشطة بتاعتي ساحت كده خلاص الكريمة بتاعتي جهزت معايا، وما بحطش عليها سكر ولا اي حاجة لان الكنافة هتكون مسكرة، فيكون السكر بتاعي مظبوط. دلوقتي بقى هنبدأ نرجع للكنافة تاني. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده بعد ما حطينا الكنافة في الطبق، هبدأ احط عليها 4 معالق كبار من السكر البودرة. بعد كده هبدأ اوزع السكر البودرة مع الكنافة كده كويس جدا بايدي، هقلبه بس كده تقلبتين بحيث ان السكر يتوزع مع الكنافة كويس جدا. بعد كده هبدأ احط على طول على الكنافة كوباية من السمنة او الزبدة. لو انت عايزة الكنافة بتاعتك تكون مقرمشة شوية كده وكريسبي، اعمليها بالسمنة لان السمنة هي اللي هتخليها كده. لو انت بتحبي الكنافة بتاعتك تكون طرية اكتر، فانت اعمليها بالزبدة. تمام، فكوباية سمنة او زبدة حسب انت بتحبي الكنافة طرية او بتحبيها تكون مقرمشة شوية. ممكن كمان لو انت حابة الكنافة بتاعتك يكون ليها لون كده مصفر شوية، ممكن تحطي عليهم شوية بودرة زعفران وقلبيها مع السمنة قبل ما تنزلي بيها على الكنافة، هتخلي برضو لونها كده يكون ايه اورنج شوية.
هافضل اقلب كده في الكنافة لحد ما السمنة بتاعتي والكنافة مع السكر يعني يتقلبوا مع بعض حلو قوي. بعد كده خلاص كده تبقى جهزت معايا ان انا احطها في الصينية. من الحاجات اللي بتنجح معاكي الكنافة جدا كمان وتخليها حلوة قوي قوي ومظبوطة، ان انتي حطي في الصينية من تحت سمنة كتير. ما تقلقيش، زودي سمنة على قد ما تقدري عادي، مفيش مشكلة. حتى لو جت زيادة بتقدري ان انتي بعد ما بتطلع من الفرن بتصفي السمنة الزيادة، فاهماني؟ فمفيش مشكلة. لكن حطي سمنة على قد ما تقدري. انا هنا كنت حاطة كمية يعني كويسة، بس لو كنت زودت كمان عن كده مفيش مشكلة. بعد كده هقسم الكنافة تقريبا تلتين، يعني كمية تكون الأكبر تكون من تحت والكمية الأقل هنحطها على الوش. فخدت كده نص تقريبا الكمية أو أكتر شوية، وبدأت أحطها كده في الصينية من تحت. ومهم جدا بقى ان انت تجيبي صينية تانية حجمها أصغر أو أي حاجة كده زي ما انتوا شايفين تكون مسطحة، وتضغطي كويس جدا على الكنافة. الخطوة دي مهمة جدا جدا، بتطلع معاكي الكنافة متماسكة ومظبوطة وحلوة جدا. بصوا بقى الكريمه اللي احنا عملناها حلوه ازاي، قوامها حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم طعمها ممتاز. ما حطيتش فيها سكر لان الكنافه هتكون مسكره، فعايزين الطعم يطلع ايه مظبوط مش مسكر قوي. بس كده حطيت كده خلاص الكريمه بتاعتي على الكنافه، وببدا اوزعها كده زي ما انتوا شايفين، واحاول اخليها ما تلزقش في الاطراف. يعني لو تلاحظوا ان انا الكنافه يعني مخليها ايه مغطيه الاطراف كده شويه، بحيث ان الكريمه مخليهاش تيجي على الاطراف. وبعد كده ببدأ احط بقى النص التاني من الكنافة كده زي ما انتوا شايفين. بس النص التاني من الكنافة مش بضغطه لان طبعا الكريمة موجودة فمش هينفع اضغطه. انا ببدأ اوزعه كده بايدي على الخفيف من على الوش كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ احط كده على الوش شوية سمنة، جبت شوية سمنة كده وسيحتهم، وبدأت بقى احط كده على الخفيف خالص من على الوش عشان بس ياخد معايا لون. بعد كده هحط الكنافة بقى في الفرن. الفرن هكون مسخناه من قبل ما احط الكنافة بحوالي 10 دقايق على درجة حرارة 200. هنحط الكنافة في الرف اللي في النص لحد ما نتأكد ان الكنافة بتاعتي خدت لون من تحت. طب هعرف ازاي؟ هلاقي ان الاطراف بتاعة الكنافة بدأت تاخد معايا لون ذهبي. مجرد الاطراف خدت معايا لون ذهبي هعرف ان هي استوت من تحت وخدت لون حلو. هبدأ اقفل عليها الفرن خالص وهفتح الشواية من فوق يا دوب الكنافة تاخد لون من فوق. مجرد بقى خدت لون معايا هبدأ اطلعها خلاص، هطفي عليها كمان الشواية وهطلعها وهسيبها بقى ترتاح قبل ما احط عليها الشربات حوالي 5 دقايق. مهم جدا نخليها ترتاح قبل ما نحط الشربات عشان الكنافة بتاعتي ما تعجنش. بعد كده ابدأ انزل بقى معايا بالشربات كده على الكنافة، شربات يكون بارد عاملاه من بدري وسبته يبرد. وبس كده هتاكلي احلى كنافة بالقشطة هتدوقيها في حياتك. عايزة اقولك الوصفة سهلة وبسيطة، فيها بس تكات كده قلتلك عليها ركزي فيها وامشي على الخطوات بالظبط عشان تطلع معاكي كنافة ناجحة وحلوة جدا زي المحلات واحلى كمان. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات، عشان بجد بفرح قوي لما حد فيكم بيجرب حاجة وبتطلع معاه ناجحة. ما تنسوش بقى كمان تعملولي لايك وتشتركوا في القناة عشان نوصل لل1000 مشترك في اقرب وقت. وشكرا جدا على مشاهدتكم ومع السلامة.